اخطر نص ساعة احنا بنمر بيها خلال اليوم هي اول نص ساعة لما حضرتك بتصحى من النوم. النص ساعة دي لو حضرتك مسكت فيها الموبايل هتفضل رايح جاي وجاي رايح على الموبايل، وهيكون شغلك الشاغل طول اليوم الموبايل بتاع حضرتك. احنا كده كده اساسا ما نقدرش نعيش من غيره، وكده كده مهووسين ومشغولين بيه، وكل حياتنا وشغلنا وكل حاجة على الموبايل. بس ساعات كده لو ركزت في حياتك هتلاقي في ايام فعلا حرفيا انت قاعد مش قادر، عايز تفضل ماسكه طول اليوم طول اليوم. لو ركزت هتلاقي ان انت اول ما بتصحى من النوم اول حاجه بتعملها ان انت بتبص على النت وبتبص. انا ما بقولتلكش ما تنزلش من البيت من غير ما تفتح النت ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، بس على الاقل بعد ما تفطر بقى وتصلي وتشوف بقى حالك عامل ازاي يكون عدى نص ساعه. علشان حرفيا احنا بنوصل لمرحله ان احنا عندنا احساس ان احنا ولا هنسمع صوت الكول اي مكالمه ولا صوت المسج ولا صوت اي حاجه، فنفضل رايحين جايين ماسكين فاتحين بقى اي حاجه من وسائل التواصل الاجتماعي. طب احنا ظلمنا نفسنا وخلاص، ما بالك بقى التأثير الموبايل على الأطفال. الأطفال بتاخد من ساعة ونص حرفيا لساعتين أول ما بتصحى من النوم. لو هي فتحت عينيها ومسكت في خلال الوقت ده الموبايل هتلاقيه بيأثر على تركيزها وعلى قدرتها الاستيعابية وعلى حياتها، حتى على الكسل. ما هي طول الوقت عايزة تفضل قاعدة وتاخد الحاجات كده على الجاهز، مفيش بقى خد وهات وهات وخد، لا مفيش الكلام ده خالص. هي عايزة على طول تبقى هي بتستقبل وتتفرج على فيديوهات وي وي وي. فاحنا بنظلم ولادنا من غير ما احنا ما بنحس. خلي بالك وحذاري اول ساعتين حرفيا اول الولاد ما بتصحى من النوم هيأثر عليهم على مدار اليوم يعني تماما. حتى في التمرين لو هما بيتمرنوا هتلاقيهم طول الوقت قاعدين كده خلاص مش عايزين حد يتكلموا. حتى هما بيلعبوا دلوقتي اساسا لعب الاطفال ما بقاش زي الاول، هما مش عايزين يروحوا ييجوا ونعمل زي ما احنا ما كنا صغيرين، لا عايز يلعب جيمز على الموبايل. هو ده بالنسبه له الحياه، فالحياه كلها انصبت هنا. مين السبب؟ الموبايل طبعا لا غنى عنه، واحنا ما قلناش ان احنا نمنع التليفون عن الولاد ولا نمنع الموبايل، بالعكس ده في ولاد اثناء الدراسه بتاعتهم هما بيحتاجوا اساسا وجزء من دراستهم ده دلوقتي خلاص من رابعه ابتدائي والموضوع بقى منتهي. انت ما هما فعلا حرفيا هما محتاجين الموبايل معاهم، ولكن حذاري اول ما يصحوا من النوم وان انا احجم، لان ده بصراحه يعني بيودينا في حته تانية خالص وعالم تاني تماما. ركز كده في طريقه تربيتك لولادك، هتلاقي ان احنا على طول بنستسهل وبنديهم الموبايل علشان نخلص من الزن طول اليوم، لكن في الحقيقة ده بيأثر بالسلب على ولادنا. غير حياتك وخليك بسمة حب.